مختلفة عن باقي التراب الأكلي، لأن هذه الجماعة هذه هي جماعة منتجة، جماعة توفر الخضروات والفواكه محليا ودوليا ووطنيا. في هذه الجماعة نرفع لها القبعة، ونرفع كذلك القبعة أو السلام لفلاح هذه المنطقة الذي عانى كثيرا من أجل توفير هذه المنتوجات في هذه الأسواق ونشر الرخاء بالبلاد. ثم كتعرفوا السياسة الرشيدة ديال صاحب الجلالة المغفور له الثاني، الذي كان له رؤية استطلاعية وكان يعني ذو حس استراتيجي في بناء سد والمخازن، والذي حول هذه المنطقة من منطقة شبه صحراوية إلى منطقة أو إلى جنة خضراء. ولكن يجب أن نرى لخلق تنمية وتحويل حياة الفلاح من حياة الفقر إلى حياة الرفاهية. لأن هذا هو المقصود من فعلا الفلاح كافح، وهذا يقسم هذه المرحلة لثلاث مراحل. المرحلة الأولى من 1980 حتى 95 96 كان المشكل ماشي ديال الأدوية ولا ديال السوق، يعني التسويق. المشكل ديال السوق كنا كلنا كنهضروا كنعانيو من المشكل ديال السوق. ولكن هذه المرحلة هذه جات المرحلة الثانية من التسعينات حتى 2010 بدات كتظهر بعض الأمراض، وبدات التربة يعني لم تستطع المحافظة على خصوبتها، بدات التربة تقل الخصوبة ديالها وبدا الإنتاج كيقل، زائد ثمن منخفض. يعني الفلاح عانى الكثير وحدثت خلخلة في نظامه المستقبلي، نتيجة ديون، ارتفاع الديون ديال الري، ديون قرض فلاحي، ديون يعني المسوحين اللي كيتعامل معاهم، يعني لحد الآن الفلاح كيحط ما جبرش ذاته. ولكن الطامة الكبرى هي 2021 اللي هي جات مفاجأة، وجات أمراض لم تنفع معها الأدوية. كنا كنتمناو غير يكون مثلا الإنتاج واخا عارفين ولا 50% من المنتوج ما كانش، الطاقة والكارثة العمر ديال الفلاح. الفلاح اللي كيقول مثلا بعض المحللين انه جمر من الشتاء، كاين بعض المهندسين والاساتذه كيقولوا لا راه هذا على الجو، كاين اللي كيقولوا على الاستعمال. يعني لحد الان باقي ما عرفناش الحقيقه، في الحال المكمل معايا الحقيقه ديال هذا المرض ما عرفناش شنو السبب ديالو، لان المرض غادي يتعالج، المرض ما تعالجش. الحياه كيزرحمونها اللي حصل، كان كيتمنى غير واحد 10 ولا 20 ولا 30% من المغازل ما تباعش. انا جيتكم عند السيده دار الطبيعيه، جيتكم خطوه نوصلوا للمرض اللي هو عالم في عالم الادويه. كانت واحد الادويه كنستعملوها دابا عاد بلاش جيد. هاد الادويه اللي كنتعاملوا معها مباشره الفلاح كان كيعرف شيء، وكانت ذات جدوى، الا اننا سمعنا مؤخرا على ان هذه الادويه محظوره دوليا، وحتى مثلا السلع الوطنيه ما غاديش يقبلوها يعني المصدر. يعني حنا اللي كنطالبوا هو ان هذه الادويه هذه يتم تحضير وانتاج ادويه فعاله من اجل الوصول الى انتاج فعال، من اجل الوصول الى تنميه هذا الفلاح، من اجل العيش الكريم. لان شحال ديال الفلاحه خصهم القادات والدنيا غادي تمويل الادويه ما يقدرش يعطيو شي حاجه، التجار المحليين ما يقدرش يعطيو حتى ما يقدرش يسمع عنهم. شكون الرابح الاخر؟ هي الشركات الدوليه الكبرى اللي ما كتمشي في الاقتصاد ديالها. انا بعت لواحد الفلاح او بعت مثلا ديك الموزع، انا كنشد فلوسي نبيع الموزع. حتى الموزع حنا ما عندنا غير الموزع يتقدر، الموزع ولا التاجر اللي كيبيع الحرمات عندنا خصو يكون يعني حتى هو يعني تكون عنده واحد الضمانه ويحافظ على راس المال، لان الناس تاعنا كافر. انا واحد كيطلب مني مثلا كيعطيني 1 مليون في العام، يعني ملي كيكون عنده كديروا الامانه ديالو كيعطيه، ولكن ما كنديروش ما كيعطينيش. ومنين غادي نجيب هذا الشيء هذا؟ من ديك المنتوج اللي ما كايناش. كاين مع الاخوان سولوني على الغلاء ديال القطر، الغلاء ديال القطر راه هو في الشارع. حنا عمر القطر كانت كتوصل يعني 60 فرنك 70 فرنك، وكنا كنسيبوها في الفلوس كنسيبوها، راه قطع كامل كانت 5 فرنك. ولكن المشكل الكبير الغلاء ديال الاسمده، الادويه الغلاء ديالها زائد عدم الجدوى ديالها، بالاضافه للامور الاخرى اللي هي مثلا كتدخل هي ما
كيما كيقولوا على زينه، طبعا لان الظروف ما مناسباش. ما يمكنش انا نبيع الكاطا ولا ناخذ الاسمده والادويه بواحد الثمن اللي هو مثلا ما عندهاش عليه. واش انا غادي نوفر عيش راسي؟ غادي نوفر الديون؟ غادي هكا لا. اذا الاخوه والاخوات، انا اللي كان على الشركه ديال الممثل الشركه ديال الادويه انهم حنا ما نعرفوش حنا عندنا تجربه مع الادويه قديمه اللي كانت فعاله. الناس والادويه فعاله. حنا محتاجين كما قال السيد الممثل، حنا محتاجين السياده الغذائيه، حنا محتاجين الامن الغذائي ديالنا، حنا محتاجين ديك المواطن ياكل بطاقه 3 4 دراهم معايا باش يوقع الفرنك، لان حنا راه مواطنين فينا الروح ديال المواطن. اذا حنا بالنسبه لنا يعني هذا اليوم هذا هو يوم مهم، وكما ان الدوله مثلا عطات واحد المساعدات ديال الشعير وديال الاسمده الملحيه، يعني هي مساعدات، راه مساعدات محتشمه، حنا فرحانين بها، ولكن يزيدوا يوفروا لنا ديال المساعدات، لان حنا الفلاح مبدل ما عندوش واحد التوازن. دابا الفلاح بقى التوازن ديالو. بالاضافه كذلك على الشركه ديال المنتجات ديال الادويه، الشركه الادويه خاصها تكون شركه مواطنه، حتى هي دير بما ان الفلاح تبدل وتهرس وما بقى عنده باش غادي يدير، حتى هما يديروا واحد الاعانه. حنا كنطالبوا بالاعانه حتى الشركات راه كتربح بحال راه حنا هما الكفار، حنا هما الناس. راه الفلاح الا ما كانش ما يكونوا لا ادارات اللي شكرا سي الصمودي. اذا بالنسبه لنا خاصنا هذه الشركه ديال الادويه حتى هي تكون شركه مواطنه، حتى هي تحمي، حتى هي تخرج واحد المبلغ، واحد الاحتمال احتياطي من ديك الارباح ديالها، وتجيب كما جابت مثلا الدوله جابت لنا الاسمده وجابت لنا الشعير المدعم، حتى هي تقوم حتى هي تعطينا الادويه. حنا مساهمين مع هذه من 1980، الاجداد ديالنا كانوا معها، الاباء ديالنا حنا ولادنا. اذا حنا مشينا راه هذه الشركه غادي تجي لمن غادي تجي؟ غادي تكون خالد الامن الغذائي اللي هو اليوم دوليا ملي جات المرض ديال كورونا وهذه الحرب الاوكرانيه كما قالوا الاخوان، راه المصدرين او المنتجين ديال المواد الفلاحيه الاساسيه مثل الشعير مثل البطاطا الى اخره راه هي روسيا واوكرانيا. ايوا هذا كاين ولات حرب، غدا تولي مثلا الله قدر الله شي حرب، غدا يجي مثلا شي حاجه اخرى. حنا خصنا نكونوا الفلاح ديالنا نحافظوا عليه، لان الفلاح هذا راه خصو بزار، راه الفلاح هو اللي يوصل لك الفرص. الكلمه بزاف باش نفتح المجال للفلاحه اللي نعرفهم يقولوا وما نكونش مشكل. وهذا دابا غادي نعرفوا واحد الفلاح حتى هو كيعاني، حتى هو مناضل، وقال واحد الكلمه وغادي يفيدنا بزاف. واحد الفيديو هنايا غادي نعرضوا عليه كامل واش